السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ضرب نار. النهاردة يا جماعة دي بقى الحلقة التانية من سلسلة الحياة اللاعبين كرة القدم، ونكمل يلا في كريستيانو رونالدو. احنا عملنا الحلقة اللي فاتت اللي هي الحلقة الأولى، ودي الحلقة التانية، ويلا بينا نبدأ. وبعد ما أذهل العالم في سبورتنج لشبونة، كان في مباراة ودية جمعت ما بين سبورتنج لشبونة بمانشستر يونايتد سنة 2003. الكل اتفاجئ بالولد الصغير ده بسرعته ومهارته اللي جننت مدافعين اليونايتد. المدافعين كان مفيش حد عارف يوقفه أو يعدي منه، وسير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري اللي قرر في اللحظة دي إن الولد ده مش لازم يتساب ولازم يكون عنده بأسرع وقت. وفعلا بعد أيام قليلة كريستيانو رونالدو انتقل لمانشستر يونايتد وهو لسه عنده 18 سنة. انتقال تاريخي غير حياته للأبد، ولكن البداية ما كانتش سهلة. لما دخل غرفة الملابس وشاف نجوم كبار زي رون كين، ريان جيز، وبيل سكولز، وهو مجرد شاب نحيف ما بيتكلمش انجليزي كمان كويس ومش فاهم تقاليد الفريق. الصحافة والناس قالت الواد ده هيفشل وده مجرد استعراض للفريق، ولكن كريستيانو كان عنده حاجة مختلفة. كان بيتمرن بعد الأكل ويقعد بالساعات في الجيم ويتحدى نفسه كل يوم، وكان عنده هوس إنه يبقى الأفضل. في أول موسم ليه سنة 2003-2004 لعب بالشكل كويس، بس لسه الناس مش مقتنعة بيه. ومع الوقت بدأ يتطور ويزود سرعته وقوته ويتعلم يلعب للفريق مش لنفسه. وفي 2006 و2007 الدنيا اتغيرت خالص. كريستيانو بقى ماكينة أهداف، يدخل ياخد الكرة يجيبها على طول جول. لاعب مرعب لأي مدافع. بدأ يحصد بطولات مع مانشستر يونايتد زي ايه؟ الدوري الانجليزي كان حققه اكتر من مرة، وكاس الاتحاد الانجليزي، وكمان كاس الرابطة. لكن اللحظة اللي غيرت مسيرته كلها كانت في 2008 نهائي دوري ابطال اوروبا ضد تشيلسي. كريستيانو سجل هدف مهم براسه، ورغم انه ضيع ركلة جزاء في ضربات الترجيح فريقه كسب البطولة وبقى بطل أوروبا. وفي نفس السنة اتحقق الحلم الكبير. كريستيانو رونالدو فاز بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه، من طفل فقير في ماديرا لملك كرة القدم، واللي جاي كان أعظم. والحلقة الجاية هنشوف انتقاله لريال مدريد والصفقة الغالية وقتها وبداية الأسطورة هزت العالم. ومتنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. وأهم حاجة فعلا اللي انتوا متنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك عشان أكمل معاكم. كمان متنسوش التعليق الحلو منكم. وسلام.